مساء الفل عليكم. معظم الناس بتقلق انها تشتري اونلاين، وانا واحد من الناس دي. بيني وبينكم كده لما بطلب حاجه اونلاين ببقى قلقان وحاطط ايدي على قلبي، خايف لا الحاجه اللي طلبتها تيجي غير اللي انا شفتها، وببقى مستني كده اشوف هينصبوا عليا ازاي. لكن الكلام ده ينفع يتعمل مع الصفحات المجهوله، الصفحات اللي انت ما تعرف لهاش مكان. ناس بتبيع اونلاين وانت ما تعرفش مكانهم الاساسي فين. بقول الكلام ده ليه؟ لأن عندنا في سنتر مجنون حلاقة طبقنا سياسة الشراء لأول مرة. إيه هي سياسة الشراء لأول مرة دي؟ السياسة دي بتقول إن حضرتك أول مرة تطلب أوردر من مجنون حلاقة لما بيبقى المبلغ عالي شويتين، بنطلب منك حجز الأوردر بجزء فودافون كاش. معظم الناس بتستجيب للموضوع لأنها عارفة هي بتطلب من عند مين، وناس تانية بتقلق يقول لك أنا مش ضمني إن الأوردر هيجيلي، أعرف منين إن أنت مش هتنصب عليا؟ فبيبقى ردي على اللي بيقول ده ان حضرتك جايب رقمي من على صفحتي اللي عليها عنواني، وعارف المكان الستور نفسه، فلو في حد يقلق يبقى انا اللي اقلق لحسن حضرتك تكون مديني عنوان وهمي، انا اللي اقلق ان الاوردر يجي لك وانت ترفض تستلمه. وعشان نفض الاشتباك ده تعالى نورني في العنوان بتاعي، هتلاقيه على الصفحه اللي انت جايب منها رقم تليفوني. ومن هنا فكره الفيديو، عايز اقول للناس اللي بتقلق انها تشتري اونلاين من حقك تقلق. لو بتشتري من مكان مجهول، لو بتشتري من عند حد ملوش عنوان ثابت تقدر تروح له وتشتري من عنده. لكن لما تكون بتطلب الاوردر بتاعك من مكان له عنوان، اعرف وتأكد 100% ان ده هيبقى شخص حريص على سمعته. لازم يجيب لك الحاجة اللي انت طلبتها بالظبط، ولازم يبقى عنده مصداقية في التعامل معاه، لانه مجبر يعمل كده حتى لو ناوي ينصب، لان الراجل له عنوان. وحاجة اخيرة عايز اقولها، مفيش نصاب بيدي عنوانه لحد. تحياتي ليكم، كل سنة وانتم طيبين.